الخوت واحد السلام عليكم. وصلنا المناظرة السابعة حول موضوع مشروعية الدولة وغايتها. كيبدا المشهد بقهوة شعبية، 3 فلاسفة جالسين فوق الطابلة، كاين ميكرو صغير مكتوب عليه مسابقة علاش كاينة الدولة. باروخ سبينوزا لابس صاية طويلة وعاطيها الفكر: الإخوان، الدولة راه جات باش تعطي الحرية للناس، تخلي كل واحد يعيش وجوده الحر بلا صداع. كيهز لافتة مكتوب فيها الحرية تساوي الدولة. توماس هوبس لابس قميجة رمادية وشعره مخربق كيدير وجه جدي بزاف. وباروخ: الحرية بوحدها كدير لينا السيبة، خاص الدولة تجمع الناس وتفرض قانون واحد ولا غادي نرجعو للغابة. كيخرج عصا صغيرة وكيدير بحال شي ملك كيامر. ماكس فيبر لابس نضاضر كبار وكيدير حركات بزاف بيديه. وراه الدولة كتشد مشروعيتها من 3 ديال الحوايج: يا إما السلطة التقليدية بحال الملوك، يا إما السلطة الكاريزمية واحد عنده جاذبية، يا إما السلطة القانونية بحال برلمانات ديال دابا. كيخرج 3 الأوراق مكتوب عليهم تقليد، الكاريزما، القانون. والقهوة كيجي كيسول: فين الدولة؟ شكون غادي يخلص ليا القهوة؟ كيبداو كاملين كيتفلفسوا بلا ما يخلصوا. واش الدولة للحرية، للسلم، ولا للسلطة؟ مع من نتفق؟ كتب لينا رأيك في الكومنتيرات وما تبقاش غير كتشوف. قول لينا شكون تقدر تعطيه صلاحية يخلص مول القهوة.